مرحبا، فيديو جديد. اشترك، تفاعل مع الفيديو لتتوصل بجديدنا. والآن مباشرة إلى التفاصيل. لإظهار الحقيقة كاملة بخصوص نزاع الصحراء المفتعل، أنجز الدكتور ناصر بوشيبة الخبير في الشأن الصيني رئيس جمعية التعاون الإفريقي الصيني للتنمية ترجمة لكتاب الصحراء المغربية الفضاء والزمان لمؤلفه الفرنسي هوبير سيان. وأكد بوشيبة لجريدة هيسبريس أن الحقائق المحيطة بملف الصحراء قد تكون معروفة لدى الكثير، لكنها تظل مجهولة أو غامضة بالنسبة للشعب الصيني بسبب نقص التواصل حول هذه القضية المركزية باللغة الصينية مع الشعب الصيني بمختلف بنياته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. لا شك أن هناك سياقات أفضت إلى نشر ترجمة كتاب هوبير سيان حول الصحراء باللغة الصينية. ما هي؟ بعد زيارة تاريخية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى جمهورية الصين الشعبية في ماي 2016، وما عرفتها العلاقات الثنائية بين البلدين من زخم وتقدم مشهود، شرعنا بالتعاون مع شركائنا بدور النشر في المغرب والصين في ترجمة مجموعة من الكتب من وإلى اللغة الصينية في مجالات الأدب والطب والسياسة والدبلوماسية الموازية وتاريخ التعاون بين المغرب والصين. فحظيت هذه الكتب المترجمة والمنشورة بترحيب ثم اهتمام كبيرين من لدى المسؤولين والقراء الصينيين. وبعد الدينامية التي تشهدها مكونات جمعية رباط الفتح التنمية المستدامة، سعينا منها للرقي بالعمل الدبلوماسي الموازي، وباقتراح من رئيسها الأستاذ المحترم عبد الكريم بناني وبكل عناية تم اختيار كتاب الصحراء المغربية الفضاء والزمن لمؤلفها الفرنسي الأستاذ هوبير سيان، ليكون لي شرف ترجمته بمعية صديق المغرب الوفي السيد وانغ يونغ باو، وبتنسيق مع الأستاذة كريمة اليوتبي مديرة معهد كونفوشيوس بجامعة محمد الخامس بالرباط. كما شكر فريق دار أبي رقراق للطباعة والنشر على مجهوداتهم القيمة في تصميم وطباعة الرموز الصينية التي تختلف قواعدها كثيرا عن باقي اللغات المتداولة في بلادنا. غايتنا من خلال هذه الترجمة هي أن نوضح كل الحقيقة وليس جزءا من الحقيقة، لأن أصدقائنا في بلاد المليار ونصف مليار نسمة حول الصراع المفتعل على حدودنا الجنوبية، وكما يعلم الجميع على الرغم من استقلال دول إفريقيا ومن استعمر بدول آسيا، فتداعيات ومخلفات هذا الاحتلال ما زالت تعاني منها هذه البلدان حتى يومنا، رغم التكلفة الباهظة التي قدمتها اقتصاديا واجتماعيا لتحرير أراضيها واستكمال وحدتها. ووطننا الذي احتل شماله وجنوبه من طرف إسبانيا ووسطها من طرف فرنسا، وطنجة التي احتلت من قبل 4 دول، وورثت كما ورثت المستعمرات نزاعات حدودية مفتعلة ومعقدة ومركبة تداخلت فيها كل المصالح والمطامع الخارجية، وسبت ومليليا كنموذج إلى جانب الصحراء المغربية التي قدمنا لها تضحيات كثيرة ملكا وشعبا للدفاع عنها واكتساب قضية شرعيتها مناعة مستدامة ضد خصوم المغرب إقليميا قاريا ودوليا. وإذ كانت هذه الحقائق جلية لنا كمغاربة وأصدقائنا عبر العالم، فإنها تظل غامضة بالنسبة للشعب الصيني الصديق، نظرا لتجاهل التواصل حول موضوع قضيتنا الوطنية باللغة الصينية من الشعب الصيني بمختلف بنياته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وهذا دورنا نحن كباحثين وفاعلين اقتصاديين وثقافيين إلى جانب الدولة التي حرصت منذ البداية للترويج للنزاع المفتعل على توضيح الحقائق المعللة بالحجج التاريخية والقانونية عبر سلكها الدبلوماسي المتواجد بالصين، نظرا لتقاسم البلدين المعاناة وتجربة الاستعمار، لكون الصين كانت ضحية لتواطؤ عديد القوى الاستعمارية منذ منتصف القرن 19. ارتأينا ترجمة هذا الكتاب إلى اللغة الصينية ليعرف هذا الشعب المسالم الصديق حقيقة هذا النزاع المفتعل، وكذلك حقية وشرعية
الطرح المغربي. وفي سؤال عن أبرز ملامح ومضامين هذا الكتاب أجاب: تعتبر ترجمة كتاب هذا الرجل الكاتب الفرنسي ورجل القانون هو اختيار موفق بامتياز، لأنه فرنسي وهو رجل قانون وملم بالأرشيف الفرنسي الذي يحوي جميع الأدلة السياسية مصحوبة بالوثائق التاريخية والجغرافية التي تؤكد مغربية الصحراء، ويعبر عن رؤية موضوعية لطرف ثالث في هذا النزاع المفتعل الذي يحول دون تطوير أو ازدهار المغرب الكبير. ويعتمد أستاذ سيان على منهجية علمية مبنية على الوثائق والأدلة الدامغة بأسلوب علمي رصين وأدبي جميل. ففي الفصل الخاص بالعلاقة بين الزمن والمكان أبرز المؤلف ما للموضوعية من عمق ودلالة القضايا الجيوستراتيجية للصحراء المغربية والارتباطات الثقافية المتجذرة لهذه الأرض. وفي فصل تحليلات الجهات الأساسية الأربع للشرق والغرب والشمال والجنوب يناقش الأستاذ سيان السمات الأكثر تمثيلا لكل جهة بالتحاليل ظاهرها جغرافيا وباطنها إنسانيا بامتياز. ترمز فيها العاصمة الإدارية في الشمال إلى وحدة البلاد، ويرمز الدين الإسلامي القادم من الشرق إلى التنوع والانفتاح. أما العلاقة مع دول الجنوب فتبرز الامتداد والهوية الإفريقية، كما يعني بطول إطلالة المحيط الأطلسي في الغرب المزايا الجغرافية لإقليمنا الجنوبي. وفي الفصل الخاص بالحاضر والمستقبل يستعرض الإنجازات الكبيرة التي عاينها خلال زيارته لأقاليمنا الجنوبية بفضل أوراش المهيكلة التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة حفظه الله، وانخراط مختلف الفعاليات في تنزيل إدارة جلالته لتحقيق إقلاع اقتصادي وتنموي حقيقي وشامل. وأكمل حديثه: تتجلى قيمة هذه الترجمة في كونها ستملأ الفراغ المشهود في التعريف بقضيتنا الوطنية الأولى باللغة الصينية، إذ يكفي أن نقوم بإجراء بحث باللغة الصينية في محركات البحث ليتبين لنا أن جوجل وبايدو مزاعم أعداء الوحدة الترابية هي الأكثر انتشار، ما عدا بعض الإصدارات التي دأبنا على نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي. لذلك فبالإضافة للأدلة الدامغة والمعلومات القيمة التي يقدمها المؤلف، حرصنا على ترجمتنا لهذا الكتاب على إضافة هوامش تقرب القارئ الصيني من السياق الحقيقي للنزاع المفتعل. إن جميع من قرأوا المسودة الأولى للنسخة الصينية من شركائنا ومحيطهم الفكري في الصين عبروا عن امتعاضهم من تحامل الذي كانت ضحيته المملكة المغربية من طرف الإدارة الاستعمارية في الجزائر وبعدها أعداء وحدة الصين الترابية، كما أبانوا عن تفهمهم ودعمهم لقضيتنا وشرعيتنا مع تعزيز موقعهم للدفاع عن عدالتها، وهذا مكسب فريد نحمد الله عليه. وختم: نأمل أن يقوم هذا العمل بتحفيز باقي أفراد الجالية المغربية عبر العالم على الانخراط في الترافع المدني بمختلف اللغات حول قضايانا الوطنية، وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية، والمساهمة في تنوير الرأي العام العالمي بأحقية نضالنا المشروع من أجل إعلاء كلمة الحق. وداعا إلى لقائنا مجددا في فيديو قادم.